ميدو، انت نجم كبير وكلنا بنحبك، وانت راجل يعني ما شاء الله محلل كبير ومن احسن نجومنا اللي احترفوا في تاريخ مصر كلها. نتمنى ان انت يكون كل كلامك مؤثر، كلامك يا ميدو بيجيب ملايين وراك، كلامك مهم جدا سواء على تويتر او في التلفزيون او في الاذاعه او في اي يعني قنوات تلفزيونيه. كلامك لازم تبقى واخد بالك منه كويس جدا، لانه هو كلام مؤثر ويثير فتنه ويثير مشاعر مش طيبه. ايه المشكله ان النادي الاهلي بيتغلب في كاس العالم للانديه، بيتغلب في كاس العالم للانديه ممثلا عن القاره الافريقيه. النادي الاهلي الاكثر مشاركه في كاس العالم للانديه يا ميدو. النهارده عندنا 2 تويتر يا كابتن شوبير، واحد ميدو عامل فيه رقم 5 وبيقول فوق اهو ادي جامد، ادي جامد، يعني فرحان في هزيمه النادي الاهلي ب5 اهداف. التويته الثانيه واخد يعني هي لقطه من فيلم، او المفروض مكتوب ناو واتشنج وانس ايبون ا تايم ان مكسيكو. ده المفروض ان بلس 18، يعني ده فيلم للكبار فقط، وده طبعا رابط المكسيك بمونتيري المكسيكي، فده بيحصل في المكسيك. يعني انتوا المفروض تشوفوا فيلم دلوقتي. الكلام ده يا كابتن شوبير انت بتشوفه ازاي؟ وهل نجم كبير بحجم ميدو لما بيبقى بيقول اي كلمه، رأي حضرتك مش بتبقى مسموعه وبتبقى مسمعه في الوسط الاعلامي والرياضي كله، ورأي حضرتك فيه؟ عشان كده قلت لك انا هتكلم كاهلاوي، لانه هنا ناديه ليه عليا حق يا كابتن وليد. ناديه بانتصاراته اكبر نادي في تاريخ مصر حقق بطولات محليه، اكبر نادي في تاريخ مصر حقق بطولات افريقيه، اكبر نادي في تاريخ مصر حقق بطولات عربيه، اكبر نادي في تاريخ مصر شارك في البطولات العالميه، اكبر نادي في تاريخ مصر لعب مع فرق اجنبيه، اكبر نادي في تاريخ مصر شارك بلاعيبه محترفين بشكل غير عادي، اكبر نادي في تاريخ مصر لاعيبته خدت الكره الذهبيه او الاستفتاءات العربيه، اكبر نادي في تاريخ مصر من حيث الانشاءات، اكبر نادي في تاريخ مصر من حيث استقرار مجالس الاداره، اكبر نادي في تاريخ مصر من حيث وجود صالح سليم وحسن حمدي ونجوم من العيار الثقيل في مجالس ادارته، اكبر نادي في تاريخ مصر في كل حاجه. اول نادي في مصر عنده قناه فضائيه. كل حاجه. بص يا كابتن وليد، كل حاجه. وبعدين النادي الاهلي بيبدا ومن وراه تبدا كل الانديه ما فيهم نادي الزمالك على فكره يعني. فانا الحقيقه مذهول، انا شخصيا على المستوى الشخصي بحب ميدو، هو يعلم ذلك تماما، لكن الان مشاعري ناحيته زي كل الاهلاويه. ليه انت بتعمل كده ليه؟ يعني يا ميدو انت بتطلع في احدى القنوات بتحلل مباراه للنادي الاهلي، طب لما انت كنت بتحلل، لو كنت بتحلل المباراه دي كنت تطلع لي بقى على الهواء تعمل لي 5 وتعمل لي 6 وتعمل لي 3 وتعمل لي 4؟ هل ده مقبول؟ بعدين عايز اقول لك حاجه غريبه جدا، ان الصوره دي لميدو قديمه، دي كانت صوره ليه مع زوجته، وبعدين راح قاصص اهي دي كانت صورته مع زوجته، كانوا بيعملوا 5 وخميسه باين بعد ما اتجوزوا، وبعدين يبدو انه ما لحقش يتصور فقال لك احطها، فشال زوجته وحط نفسه وهو لوحده على الشاشه يعني، او على تويتر زي ما بيقولوا. وبعدين هو الاهلي اتعمل فيه فعل فاضح مثلا لما بيقول للكبار فقط، ولا ايه يعني؟ دي الكلمه دي معروف قصتها يعني. ارسنال لسه خسران 6 من مانشستر سيتي، والسنه اللي فاتت ماتش مانشستر يونايتد مع الارسنال لما اظن الماتش وصل 8 ولا 7، فيرجسون قال لهم كفايه يعني خلاص. السنه دي الارسنال ما زال متصدر الدوري حتى الان. انا بس في الحوار يا كابتن شوبير بعد اذن حضرتك مش عايز حضرتك تربط يعني ان زملكاوي بيتكلم على الاهلي، انا عايزك تتكلم على مين الزملكاوي. لا معلش، لا لا يا كابتن انت طبطب زي ما انت، انا مش هطبطب، انا بس عندي وجهه نظر. لا يا كابتن، لا مش هطبطب، عندي وجهه نظر بس. لا انا طب اقولها لك لا من غير ما تقول لي. لا مش عايز اربط. بص يا كابتن، لا انا بص يا كابتن، انا راجل عاقل وبفهم، لكن الجمهور اللي في الشارع كله زعلان لانه هو بيتعامل مع احمد حسام ميدو نجم الزمالك. هو قصدي يا كابتن شوبير، يا كابتن انا ما بقولش زمالك، عندي قصد بس. ايوه مش كل الزملكاويه او مش الزمالك هو اللي بيقول كده. هو نجم من نجوم نادي. انا ما قلتش الزمالك، انا قلت ميدو الزملكاوي، بس ده اللي انا اقصده. انا قلت ميدو الزملكاوي لانه وارجع تاني اقول ان احنا كنجوم للنادي الاهلي، اول مره اقول كلمه نجوم للنادي الاهلي، ككباتن للنادي الاهلي بنساند الزمالك مسانده غير عاديه. ده حقيقي. ونحن مؤثرون في الاعلام بشكل غير عادي. ده حقيقي. من السهل جدا ان احنا نقلب ونعمل فتنه، احنا ما نعرفش نعمل ده. ده نادي الزمالك، ده حاجه عظيمه جدا نادي الزمالك ده. فلما يجي واحد من ابناء الزمالك يسيء للزمالك قبل ما يسيء لنفسه. صح. فيا ميدو لو ده رايك مع اصحابك هناك وانتوا قاعدين على القهوه بتشيشوا ولا حاجه قولوا الكلام ده، لكنه ده امر انا يعني لما تيجي تتكلم مع الجماهير
تكون منفعله جدا وغضبانه، يعني ما عندها حق تنفعل يا اخي. وبعدين عارف لو الزمالك كسبان الاهلي وميدو عمل ده مبلوعه، لكن انت بتتكلم في مباراه والاهلي يشارك يساوي الرقم القياسي العالمي ويشارك في كاس العالم ويشارك بمدرب وطني كتر الف 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 خيره محمد يوسف، وبيشارك وهو بينقصه اهم لاعبيه ابو تريكه وسيد معوض وحسام عاشور. انا قلت شريف عبد الفضيل لما شريف ما كانش اساسي يعني. انا حتى لما قالوا لي احمد عبد الظاهر غايب قلت لهم لا ده استعباط، في احمد عبد الظاهر، احمد عبد الظاهر خلاص معروض للبيع. حتى انتقدت النادي الاهلي نفسه. فالامر يا كابتن وليد لا الامر كل ده فنيا يا كابتن بيفرق. لا مش حلو. انا الحقيقه حزين جدا وغاضب جدا جدا جدا، زعلان بجد يعني. بكلمك والله العظيم يا كابتن وليد، انا من الحاجات دي ما بتخلينيش انفعل. قالوا لي في لعيب تاني مش فاكر اسمه قال لك انه ما بيهمنيش، لكن ميدو بالتحديد، ميدو لوجوده كنجم احترف في عدد من الدول. ده انا راجل دايما كل ما اجي اتكلم اقول لهم ده ميدو ده يلعب لحد النهارده. كان ده انا في حواري مع برادلي قلت له ليه ما حاولتش مع ميدو؟ ده ميدو كان زيه زي دروجبا زي صامويل ايتو يوصلك لكاس العالم. وعمرنا كاهلاويه عمرنا ما قلنا على ميدو حاجه لمجرد انه طلع اعتذر لابو تريكه باين مره. وجب عليه الان ان يعتذر للاهلي وجمهوره. يقول انها كانت دعابه دمها تقيل، ان انا يعني ما كنتش اقصد، او زي ما يعني يحسبها باي طريقه. لانه فعلا انا بكلمك والله يا كابتن وليد اقسم لك بالله كمشجع اهلاوي حزين جدا. اولا لانه ميدو كمان ما يعرفش انه في عدد كبير جدا من الاهلاويه بيحبوه، خلي بالك طبعا. يعني انا مثلا عندي جوز بنتي اهلاوي، يعني وانا جاي في السكه عمال يقول لي عشان خاطري الله يخليك ميدو، اصل ميدو انا قلت له انا بحبه زي ما انت بتحبه، لكنه الان اصبحت مشاعر الناس ومشاعر الجماهير. وجب عليه انه يعتذر. هو هيعمل حاجه من الاثنين، يا اما هيعتذر يا اما هيطلع يهاجمنا، مش هيعمل حاجه ثالثه يعني. فانا شايف الحقيقه انه وجب عليه انه يعتذر، لانه يعني اساء لكل الجماهير الاهلاويه. احنا يعني اساء لكل الجماهير الاهلاويه والشكل مش لطيف. بعدين عايز اقول لك حاجه بقى، ده واحد بيحط لي قانون الرياضه المصري. الله، طب انا اثق فيك ازاي؟ انت راجل جيت من قطر عشان تحط لي قانون الرياضه المصري، حطيت قانون الرياضه المصري تقول لهم اكرهوا النادي الاهلي وقولوا للكبار فقط والخمسه واعملوا اشارات زي كده. انا شايف الحقيقه ده امر الحقيقه يعني ودي كانت وجهه نظري في الكلمه اللي انا قلتها، ان ميدو دلوقتي اتغير البوزيشن بتاعه بالزبط. عن ما بقى كان لعيب وكان ممكن تصريحاته صحيح. تخونه. دلوقتي الراجل بقى اعلامي، بقى راجل ليه منصب، هو بيتكلم كويس خلي بالك، منصب يعني كبير، محلل كويس وبيتكلم كويس. كان احتمال الكابتن ايمن يونس كان يبقى مرشح في لجنه كره في نادي الزمالك، دلوقتي بيحط قانون الرياضه. يعني ليه بوزيشن بقى بيتكلم، المفروض انه يتكلم بصوره حياديه أتمنى. وكل كلمه هتتحسب عليه. طيب. فبالتالي انا بس كان وجهه نظري ايه بقى في الجزئيه اللي قلتها لحضرتك، انا مش عايز اخد ذنب ميدو بذنب كل الزملكاويه. انا عايز ننتقد ميدو فقط، ان هو يبقى ميدو الزملكاوي تاني. انا بقول لك ميدو الزملكاوي، لانه الناس واخده عليه دي وانا واخد عليه دي. تالي هو عدى حتى ميدو كابتن وليد يعني الناس بتكلمها انك وليد صلاح كابتن النادي الاهلي. الناس بتكلمني ان انا فلان الفلاني كابتن النادي الاهلي. الناس بتتكلم الخطيب انه نجم النادي الاهلي. الناس بتتكلم ابو تريكه انه نجم النادي الاهلي. الناس بتتكلم كابتن طارق سليم انه نجم النادي الاهلي. انا قصدي يا كابتن ان كمان حتى غير كده، يعني حضرتك مثلا كابتن احمد شوبير بقيت اعلامي كبير، يعني اعلامي كبير، فانت لما هتقول اي حاجه كمان هتتحسب على شخصك. ده اللي اقصده. ده شخص يعني اصلا شخص ميدو نفسه تمام. شخصي بس النادي بتاعي برضه دايما محسوب. ما احنا لحد النهارده متهمين ان انت تابع النادي وان انت مش عارف ايه، وان انت كابتن وليد. احنا لما النادي الاهلي بيكسب ناس بتفرق لنا، ناس النهارده ماسكانا بقالنا يومين هريانه عشان هزيمه النادي الاهلي. وده امر يسعدنا على فكره. طبعا. فلا ميدو طبعا احد لاعبي نادي الزمالك، وبالتالي على نفس المنوال